هاي اصحابي، جايبه لكم بقى النهارده فطار او عشاء غني بالبروتين، عالي في البروتين، وممكن ناكله كمان كوجبه بعد التمرين. هيبقى حلو جدا وهيبقى بروتين فيه عالي قوي، وحاجه كده سوبر تيستي. لازم تشوفوا قولي لي الاخر وقولي لي تحت في الكومنت محتاجين الوصفه اللي جايه تكون عباره عن ايه. وبس. وطبعا ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك شير سبسكرايب. يلا بينا على الوصفه. اول حاجه هحتاج هنا ربع جزء من الافوكادو، وهبدا بقى انزل عليه بنص ليمونه. اكتر حاجتين بيليقوا مع الافوكادو هو الليمون والهوت صوص. وهبدا بقى انزل بشويه من الهوت صوص ده، طبعا يرجع لكم. عامه هنا الهوت صوص ما كانش حراق قوي. فبعدين هبدا بقى اهرس كل المكونات دي كلها مع بعض، واجيب بقى العيش بتاعي وابدا افرد عليه الافوكادو، وابدا بقى اجيب التونه. اتاكد كويس قوي ان هي مش مكتوب عليها غير لحم تونه ومحلول ملحي، وابدا اصفيها كويس قوي حتى لو هي محطوطه في محلول ملحي. وابدا بقى احطها على العيش بتاعي، واحط لها بقى التوبينج اللي انا عايزاه. انا بحب قوي مع التونه البصل، وحطيت لها معلقه صغيره قوي من المستردة، يمكن اصغر كمان من نص معلقه. وبس كده، بالهنا والشفا. حاجه كده سوبر تيستي، خطيره، لازم تجربوها، حلوه قوي. وطعم العيش هنا كان لذيذ، ما كانش باين خالص طعم العدس، بس كل اللي باين هو طعم الشمر واليانسون. فلازم تجربوه، وهسيب لكم طبعا الوصفة بتاعت عيش العدس فوق. لان العيش نفسه عيش عدس ومن جوه محطوط له تونه وافوكادو، فهنشبع. وبس كده، باي.